يسوع الذي لم أكن أعرفه، للكاتب فيليب يانسي. إزاي الناس تسلب شخص عمل خير وبيدعو للسلوك الصالح؟ إيه الحكومة اللي تنفذ حكم إعدام في شخص زي يسوع اللي كان بيمشي يصنع خير ويتحنن ويشفي كل مرض؟ ده السؤال اللي بدأ بيه الكاتب، وقال إنه وسط أسئلة كتير جواه كان السؤال الأكبر: مين هو يسوع؟ هل هو معلم بارع؟ أم نبي عظيم؟ أم إنسان مؤثر صاحب قضية؟ أم هو الله الظاهر في الجسد اللي رتب الله أقسى ظروف لمجيئه؟ تخيل معايا مجتمع يهودي متحفظ يعتبر الفتاة المخطوبة الحامل امرأة زانية معرضة للرجم، حتى إن يوسف خطيبها كان هيسيبها في السر لولا ظهور الملاك ليه. احتملوا كتير من نظرات الإهانة من الجيران والمجتمع اللي عايشين فيه، اللي شافوا ولاحظوا تغييرات شكل مريم وبطنها اللي بتكبر. وتقبلت مريم ويوسف ولادة يسوع بشروطه الخاصة رغم التكلفة الأليمة اللي هيدفعوها. اتولد يسوع في أسرة فقيرة، لما قدموا ذبيحة كانت يدوب زوج حمام. ومع ميلاد الطفل يسوع حصل تهديدات كبيرة على حياته، لما هيرودس عمل مذبحة للأطفال الأبرياء، وقضى يسوع فترة طفولته في جو مشحون بالرعب لأنه كان مستخبي في مصر. وقال الكاتب إن أحداث الميلاد بتعلن عن يسوع الإله المتواضع اللي ما جاش في زوبعة ونار، لكنه جه في رحم فتاة عذراء في مزود للبقر، واحتفل الملائكة بمجيئه، لكن مع مجموعة من الرعاة مش معروفين ولا متعلمين. ولما كبر يسوع اتعرض لكل أنواع الظلم والاضطهاد، مش بس من قسوة الرومان اللي بيبصوا لأي حد مش روماني إنه أقل، لكن حتى من جيرانه وأهل بلده. قالوا عنه: أليست أم مريم وإخوته يعقوب ويوسف وسمعان ويهوذا؟ من أين له هذه الحكمة والقوى المعجزية؟ وآخرين قالوا: أمن الناصرة يخرج شيء صالح؟ ومنهم اللي قالوا عليه مختل أو فيه شيطان. وكمان حاول رجال الدين قتله. وعاش يسوع في الجليل، وكانت أبعد إقليم عن أورشليم وأكتر تأخر في الثقافة، وكانوا اليهود بيعتبروا الجليليين إنهم قرويين ساذجين، حتى نطقهم للعبرية كانت ضعيفة، وعشان كده مش بيدعوهم اليهود لقراية التوراة في المجامع، وحتى لغتهم الأرامية مش دقيقة. وسط كل الاضطهاد ده عاش يسوع. وبيوضح الكاتب إن المسيح ما استخدمش أي قوة معجزية عشان استفادة شخصية، ورفض إنه يكسر القوانين الأرضية لأي أمر. حتى لما جربوا إبليس في البرية، حاول إبليس إنه يقدم عرض مغري ليسوع، إنه يسدد احتياجه بطريقة معجزية عشان ما يحسش بألم، وإنه يرأس العالم من غير التعرض للخطر، أو يتمتع بالشهرة والقوة من غير التعرض للرفض والألم. بمعنى إن إبليس كان عايز المسيح يلبس تاج مش صليب. كان ممكن يختار المسيح إنه يجي للعالم في موقف فريد، ملك عظيم، وينتصر على الرومان ويحل كل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية. ووقتها كان ممكن يتعمل ليه تمثال كبير في أشهر الميادين، لكن اختار يسوع إنه يقدم ويبذل نفسه ويفدي العالم. اختار يكون ضعيف عشان يدي للإنسان إنه يختار بحرية موقفه من ربنا، لأن القوة بتفرض الطاعة. ولو كان قدم للفريسيين علامة أو آية من السماء، أو كان خلص نفسه على الصليب، أو بهر الجموع بمعجزات خارقة للطبيعة، كانوا هيطيعوه لأنه فرض عليهم قوته. لكن الله بيدي الحرية للإنسان في اختيار يسيطر بالحب المضحي مش بالقوة والإبهار، عشان يبقى اختيار الإنسان نتيجة للحب. وبيقول الكاتب إن الأناجيل ما قدمتش شرح لشكل يسوع، لكن أشعياء قال عنه: لا صورة له ولا جمال فننظر إليه، ولا منظر فنشتهيه، محتقر ومخذول من الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن، وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به. ورغم كده كان بيجذب الآخرين بكلمات النعمة المؤثرة، فتقعد الناس معاه 3 أيام من غير أكل بس عشان يسمعوه. مليان بالمشاعر فيتحنن على الجموع ويلمس الأبرص، ويبكي الموت لعازر وابن أرملة نايين، ويغضب لقساوة قلب الفريسيين، ويحزن لعدم الإيمان، ويحزن ويكتئب في بستان جثيماني. كان مشجع فيمدح إيمان كل اللي نالوا الشفاء. وقال عن بطرس صخرة، وعن يوحنا المعمدان إنه أعظم نبي. كان يسوع خادم للآخرين، يقول يصنع خيرا، يشفي أعمى على الطريق، ويمشي طريق طويل عشان يغير حياة سامرية، ويخرج أرواح شريرة. ما رفضش أي حد جاله محتاج، ولأنه عارف إن وقته قصير على الأرض، اختار كمعلم مجموعة من التلاميذ ما كانوش أغنياء أو ليهم شأن في المجتمع كبير، ما كانوش فاهمين ولا عندهم الإيمان الكافي، لكن صبر عليهم وشاركهم لحظات الفرح والحزن. كانوا عيلته، أعلن ليهم عن ذاته وعلمهم، فتركوا كل حاجة وتبعوه. استخدم القصص علشان يوصل رسالته بطريقة بسيطة لمجتمع مش متعلم، وفي نفس الوقت قدم بسلطان التعليم، فتعجب ليه كل المتعلمين والدارسين. كان مليان نعمة وحق. وبيختم الكاتب بسؤال ليك: مين يسوع بالنسبة لك؟
هل هو معلم بارع؟ أم نبي عظيم؟ أم إنسان مؤثر صاحب قضية؟ أم هو الله الظاهر في الجسد؟ الفيديو خلص لكن الكتاب مليان بالتفاصيل، بنشجعك تقراه وأكيد هتستفاد أكتر. ربنا معاك.